الرحمن الرحيم. حبايب قلب طلاب سنة تانية اعدادي، يلا عشان نحل النهاردة يا ولاد في الفيديو بتاعنا اسئلة الدرس الاول اللي هي الحركة الاهتزازية من كتاب الامتحان. هنبدأ بإذن الله يا ولاد اولا بأسئلة الكتاب المدرسي اللي ان شاء الله هتاخدها اول ما تدخل المدرسة الاسبوع الجاي. يلا نحل وركز معايا وذاكر الدرس في الفيديو اللي فات قبل ما تيجي تحل معايا عشان تعرف تحل. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقولك اكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات الآتية: الحركة الدورية التي يحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه بحيث تتكرر حركته على فترات زمنية متساوية. احنا اخدنا ان ده يا ولاد تعريف الحركة الحركة الاهتزازية. الحركة الاهتزازية هي الحركة التي يحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع السكون. ده شرط أساسي عشان نقول ان دي حركة اهتزازية، ان يكون الجسم ليه موضع سكون وجانبين لموضع السكون بيروح لهم، يا اما الجانبين دول شمال ويمين يا اما الجانبين دول فوق وتحت. ماشي، بحيث تتكرر حركته على فترات زمنية متساوية. طيب رقم 2: عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة. ده يا سنة تانية أخدنا تعريف التردد، والتردد كان قانونه ايه بقى يا سنة تانية؟ التردد بيساوي عدد الاهتزازات بالكاملة على الزمن بالثانية. يعني انت لو جيت تبص هتلاقي ان القانون شبه التعريف. التردد هو عدد الاهتزازات الكاملة الحادثة خلال وحدة الزمن أو خلال الثانية الكاملة. طب حاصل ضرب تردد جسم مهتز في الزمن الدوري بيساوي 1 صحيح. ما احنا قلنا ان التردد بيساوي عدد الاهتزازات على الزمن بالثانية، والزمن الدوري بيساوي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات. فانت لو جيت تجيب قانون التردد اللي هو عدد الاهتزازات على الزمن وضربته في قانون الزمن اللي هو الزمن على عدد الاهتزازات، ده هيروح قصاد ده وده هيروح قصاد ده، فيديك في الاخر النتيجة 1 صحيح. طب بيقولك هنا من الشكل المقابل: عندما تتحرك كرة البندول من س الى ص، خلي بالكوا بقى دي نقطة السكون اهي، وهو اتحرك هنا من س لص في زمن قدره 2 من 100 ثانية. يعني عشان يمشي من س لص مشى في زمن 2 من 100. عايز يحسب التردد. بصوا بقى يا ولاد عشان ده عايز تفكير شوية. احنا عارفين يا ولاد ان التردد بيساوي 1 ليه قانونين: يا اما عدد الاهتزازات على الزمن بالثانية يا اما 1 على الزمن الدوري. هنا في المسألة مش جايب لنا عدد الاهتزازات، فاحنا هنجيب التردد من القانون ده اللي هو بيساوي 1 على الزمن الدوري. اما اشطب لكم دي كده عشان اعرف اشرحها لكم. يلا احنا هنستخدم هنا قانون التردد اللي هو التردد ليه قانونين. ده القانون التاني اللي هو بيساوي 1 على يا ولاد؟ على الزمن الدوري. طب انا اخدت في درس الحركة الاهتزازية ان الزمن الدوري هو زمن الاهتزازة الكاملة، هو زمن الاهتزاز الكاملة، واللي هو برضو بيساوي 4 في زمن سعة الاهتزاز. هي ايه مس سعة الاهتزاز؟ اقصى ازاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه. يعني عشان يبدأ من نقطة السكون ويروح لسين ابعد نقطة وصل لها ده بيسموا ده يا ولاد باسم سعة الاهتزاز. لو انا عرفت زمن سعة الاهتزاز الواحدة اقدر اجيب الزمن الدوري. طب هو عطيني الزمن بتاع ايه؟ ده عطيني الزمن من عند س لحد ص. انت لو جيت تبص من عند س لحد ص دي مش سعة اهتزازة واحدة، دي 1 ساعة اهتزازة ودي التانية. يعني هو كده عطيني الزمن بتاع 2 ساعة اهتزاز. طب ما اقسمه بالنص، لو قسمته بالنص هيديني زمن ساعة الاهتزازة الواحدة. هو الزمن كله بكام؟ ب2 من 100. يبقى من هنا لحد س ب1 من 100 ومن هنا لحد ص برضو ب1 من 100. ال1 من 100 يا ولاد ده هو ده زمن ساعة الاهتزاز، هو ده زمن ساعة الاهتزاز. يعني ابعد نقطة راح لها البندول بعيدا عن نقطة السكون اللي هي س او ص دي بنسميها ساعة الاهتزاز وزمنها 1 من 100. طب هل بمعلومات زمن ساعة الاهتزاز اقدر اجيب الزمن الدوري؟ ما الزمن الدوري بيساوي 4 في زمن ساعة الاهتزاز. طيب هنا الزمن الدوري انا جبت زمن ساعة الاهتزاز ب1 من 100، يبقى انا الزمن الدوري 4 في 1 من 100 اللي هي هتساوي 4 من 100. يبقى انا جبت الوقت الزمن الدوري، جبت الوقت الزمن الدوري. بسهولة جدا اقدر اجيب التردد. اقول له التردد هيساوي 1 على الزمن الدوري اللي هو 1 على 4 من 100 بالتالي يا ولاد 25.
احسبوها على الآلة الحاسبة برضو. طيب الأشكال الآتية تعبر عن اهتزاز بندول بسيط، سعة اهتزازه تساوي كام؟ احنا لسه قايلين سعة الاهتزازة هي أقصى إزاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكون. هو هنا مشى مسافة 10، هنا 20، هنا 30، هنا 25. بالنسبة لنا سعة الاهتزاز هي أبعد مسافة رحلة. أبعد مسافة رحلة اللي هي كام سنتي؟ 30 سنتي، يبقى هي دي يعني سعة الاهتزاز. طب بيقول لك ماذا نعني بقولنا أن عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها جسم مهتز في زمن قدره 10 ثانية يساوي 500 اهتزاز. مادام بدأ للتعريف بعدد الاهتزازات الكاملة يبقى قصده هنا اللي هو عايزك تعرف التردد، لأن التردد هو اللي بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية. اعتبرها كأنها مسألة. هو أعطيكوا هنا يا أولاد 500 اهتزازة. طب يا مس لو كان بدأ التعريف الزمن المستغرق لكذا، يبقى هو قصده هنا على الزمن الدوري زي اللي تحتها كده، لكن بدأ بعدد الاهتزازات يبقى هو هنا عايزك تعرف التردد. تعال نحسب التردد أول. التردد هيساوي عدد الاهتزازات، عندك كام اهتزازة؟ 500، والزمن بالثواني 10، يبقى التردد هنا يا ولاد هيساوي 50 هرتز. أقول له بقى، أقول له أي أن التردد الجسم المهتز اللي قدام اللي انت عطيهولي ده اهو بيساوي 50 هرتز بس كده. طيب الزمن الذي يستغرقه زنبرك في عمل 60 اهتزازة كاملة يساوي دقيقة واحدة. بدأ بكلمة الزمن، يبقى هو هنا عايزك تعرف الزمن الدوري. احنا قلنا ان قانون الزمن الدوري بيساوي ايه سنة تانية؟ بيساوي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات الكاملة، على عدد الاهتزازات الكاملة. طب انا عندي هنا الزمن قال لك دقيقة. طبعا ما ينفعش نتعامل بالدقيقة، لازم نتعامل بالثواني. هنحول من دقيقة لثانية، هي دقيقة واحدة نضربها في 60 هيدينا 60 ثانية، يبقى هنا 60. طب عدد الاهتزازات برضو 60، يبقى كل النتيجة النهائية واحد ثانية. طب نقول له هنا؟ نقول له أي أن الزمن الدوري للزنبرك اللي انت عطيهولنا ده اهو بيساوي 1 ثانية. يلا نكمل. بيقولك من الشكل المقابل الذي يمثل حركة جسم مهتز أوجد الزمن الدوري للجسم المهتز. احنا قلنا الزمن الدوري بيساوي ايه يا ولاد؟ بيساوي الزمن بالثواني على عدد الاهتزازات الكاملة. تعالى كده نشوف في الرسمة اللي قدامنا الجسم عمل كام اهتزازة والزمن فيهم قد ايه. هي الاهتزازة الكاملة عبارة عن ايه يا ولاد؟ عبارة عن ان الجسم يعمل قمة وقاع. لما تلاقي قمة وقاع يبقى دي اهتزاز. طب تعال نعد كده، ادي قمة ودي قاع، يبقى دي الاهتزازة الاولى، ودي قمة ودي قاع، يبقى الجسم هنا عمل اهتزازتين. والزمن هنا يا ولاد عشان انا شطبتها بتساوي 8%. يعني انا هنا عشان اجيب الزمن الدوري هاخد الزمن بتاع الاهتزازتين اللي هو 8%، واقسمه على عدد الاهتزازات الكاملة اللي انا حسبتهم ولقيتهم اهتزازتين بس، يبقى يديني 4 ثانية. ماشي يا ولاد؟ احسبوها على الآلة الحاسبة برضو عشان تتأكد. طب بيقولك هنا بقى بص على الرسمة دي وافهمها. قاعد رسم الشكل اللي قدامك ده اهو في الورقة البيانية بحيث يزداد التردد للضعف مع ثبوت سعة الاهتزاز. يعني ايه يزداد التردد يا ولاد؟ هو التردد هو ايه؟ عدد الاهتزازات الكاملة في الثانية يا ولاد الواحدة. ماشي؟ طب لو انا عايزة ازود التردد اعمل ايه؟ ازود الاهتزازات. هو انا عندي هنا كام اهتزازة؟ 2، يعني المفروض اخليهم 4 اهتزازات، ما انا عايزة ازودها بقى للضعف. يعني ايه بقى مع ثبوت سعة الاهتزاز؟ سعة الاهتزاز هي ابعد نقطة بيروح لها الجسم وهو بيهتز، ابعد نقطة اللي هي القمة وابعد نقطة تحت اللي هي القاع. يعني بيقولك سيب القمة والقاع زي ما هو، ما تعلهمش ولا توطيهم عن كده، بس زود التردد او زود الاهتزازات. لو جيت تبص هتلاقي ان هنا القمة طالعة لمربع فوق، فانا هسيب القمة طالعة لمربع فوق زي ما هي، ادي قمة ودي قاع ودي قمة ودي قاع، كده اهتزازتين. اعمل كمان واحدة واعمل كمان واحدة، معلش مفيش مكان بقى. ماشي؟ هي المفروض نوسعها اكتر من كده، هما يبقوا 4 اهتزازات وبنفس الشكل ده اهو. طب بيقولك هنا زود سعة الاهتزاز وثبت التردد. يعني سيبهم اهتزازتين زي ما هما، بس زود سعة الاهتزاز للضعف. يعني علي القمة قوي للضعف وعلي القاع للضعف.
ماشي. هو القمة هنا كانت عنده مربع واحد. طب لو انا عايزة ازودها بقى، بدل ما هي عنده مربع واحد اخليهم على ايه يا ولاد؟ على مربعين. يعني هنا مربع اخليها تبقى فوق كده. ماشي. والقاع تنزل برضو لمربعين تحت. ادي الاهتزازة الاولى. وبعد كده اعمل الاهتزازة التانية زيه اهو. ماشي. هي نفس الاهتزازتين، بس زودت ساعة الايه الاهتزاز. دي اسئلة كتاب المدرسة يا ولاد على الايه، على الدرس الاول. ان شاء الله الفيديو الجاي اسئلة كتاب الامتحان. لايك يا حبايبي الفيديو بقى عشان اكمل لكم بقية الدروس.